اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وهدى علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. أنا كل ما أفتتح فيديو كده بقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، يجعل أيامنا وأيامكم كلها خير يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم آمين يا رب. النهاردة الفيديو بتاعنا بقى هنعمل كده محشي ممبار. بس الفيديو ده يعني بصراحة يعني متسجل من رمضان زي ما انا قلت لكم. كنت مسجلة الفيديوهات كلها بتاعت شهر رمضان عشان ما كانش عندي نت، فما نزلتش حاجة يعني. فده كنت عاملاه ايه في رمضان يعني، بفكركم برمضان برضو يعني. مع ان احنا والله يعني رمضان ما بتنسيش اصلا يعني، في بالنا على طول. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، اللهم امين يا حبايبي. ما تنسونيش بقى حبيب الله والاشتراك بالله عليكم، يعني المشاهدات قليلة قوي يعني. خلينا نخلص بقى كده ان شاء الله كده، وربنا يكرمنا يا رب يعني ونحقق شروط اليوتيوب يا رب، اللهم امين يا رب. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. انا كنت نظفت المنبار من بالليل. طبعا زي ما انتم عارفين احنا كلنا بنعمل كل الحاجة في بالليل يعني، وانا عادة يعني غير رمضان او غير رمضان بحب اعمل الحاجة بالليل، ما بحبش يعني، سواء قصدي المحشيات بس يعني بعملها بالليل. انا كنت غسلت الحاجة وخلصتها، وده شطة وده فلفل وكزبرة والملح وبهار و7 بهارات، ما بحطش اكتر من كده يعني. وزودت شطة تانية على فكرة في الشوربة يعني، عشان انا بحب الشطة تبقى كتير وكده في المحشي. سبكت القوطة وغسلنا الرز وخلصتهم كده. واهم حاجة طبعا غسيل الممبار بيتغسل كويس جدا زي ما انتوا عارفين، بغسله غسلة حلوة كده يعني. لما يطقطق في ايديا كده بحس بالطقطقة في ايديا انا بمسكه كده، مبيبقاش ايه لما اخذ ميبقاش المزفلط كده خالص يعني، خالص الزفلطة اللي فيه دي الحاجات كده تمشي منه دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت حشيته بقى من بالليل كده وخلصت كده، صحينا الصبح هو على خير. كان عندي فرخة ونص كده يعني، وعلى قدنا يعني كل واحد قطعة. طبعا حطيت المية، لا اله الا الله محمد رسول الله. حطيت المية بحط فيها الليمون، وبحط فيها الليمون المجفف زي ما انتوا عارفين، وبحط ورق لورا وعود قرفة. لو عندي عود قرفة بحط، ما عنديش خلاص. بس القرفة بصراحة بتديها طعم حلو يعني، بتغير الزفارة شوية بتاعت الفراخ، مع ان والله بتتغسل كويس يعني، بغسلها كويس بالليمون ومهما نحط فيها ومهما نغسل على فكرة برضو لازم تدي ريحة زفارة شوية كده. بنعمل اللي علينا اهو الحمد لله. حطيتهم كده والممبار حشيته طلعته يفك، برضو كنت مطلعاه صحيت برضو الساعة يعني بعد حوالي كانت الساعة 8 الصبح كده، بعد ما نمت بعد السحور وكده لقيته جمد، فروحت طلعته وحطيته في التلاجة من تحت. خفت عليه بصراحة يعني وكده لحسن يبوظ ولا حاجة، اصله مش مستوي طبعا زي ما انتوا عارفين. لو مستوي هيتحط نحطه في الفريزر هيتفرنس عادي في الفريزر. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت بجيب حاجة بس من التلاجة علشان برضو هي كانت أكلة حلوة كده في اليوم ده بصراحة، كانت محشيات وحاجات حلوة يعني كده، قلنا نروق عليهم في اليوم ده. عملت برضو جبت لفتين جلاش، وعملت جلاش بالجبنة، وعملت المحشي، وعملت قصدي الممبار ده يعني، وعملت جنبي شوية كمان فلفل وكده. الرز اللي بيبقي ما خلاص بقى، لا أكيد لازم الفلفل ده يعني، في رز باقي بنعمل الفلفل، مفيش خلاص. لا اله الا الله محمد رسول الله. بصراحه الورق الفويل ده حلو قوي يا حبايبي، لما بحطه ورا اللي على البوتاجاز من ورا وكده يعني، بيغطي الدهون اللي بتطلع كلها بصراحه، بياخد الدهون كلها في ظهر البوتاجاز من ورا يعني وكده. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا حطيت الميه بتاعت الممبار يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، حطيت لها قوطه وجزرايه وورق لورا وبصلتين، وبصلة كبيرة كده حلوة كنت قطعتها معاهم يعني كده. بمسكه من طبعا نمسكه من الأطراف، نمسكه من هنا عشان تطلع عشان ما يتفتحش معانا وكده. عشان مسكناها كده لو اتحطت طويلة طول هتطلع طويلة طول، لو حطيتيها كده متنية معاكي خلاص أول ما تحط في الماء السخنة هتتني معاكي على طول.
عجبهم أوي بصراحة. اليوم ده الأكل كان حلو بصراحة، يعني رمضان بصراحة كان حلو والخير فيه كتير. يعني الواحد بيبقى شايل له هم قبل رمضان، هجيب، طب أعمل إيه، طب هجيب إيه، طب حاجات إيه الأساسية، طب إيه اللي أجيبه، طب إيه اللي أعمله. بس الحمد لله يعني بتتقضي الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. خيره كتير والله العظيم في البيت. أنا طبعا حطيت هنا الخلطة بتاعت الجبنة. أنا بس كنت سريعة، يعني كنت صاحية متأخرة وكده، خفت أتأخر يعني. حطيت جبنة، وحطيت جبنة بيضة، وحطيت جبنة، كان عندي شوية كده من الميكس، يعني ميكس جبن وكده. وقطعت قرنين فلفل رومي برضو حطيتهم معاهم. بس في مقطع على فكرة، في مقطع هنا راح مني متهيألي، في مقطع كنت مطلعة الجبنة. كنت مطلعة الجبنة يعني الباقية عندي، والحاجات كانت في حاجات بواقي تاني حطيتها وكده، بس معرفش راح فين المقطع ده. لا إله إلا الله. حطيت يعني نص، حطيت واحدة. أنا بعمل لفتين يا حبيبي، الصينية كبيرة بعملها لفتين، بعمل لفة واحدة من تحت والتانية أحط الجبن، وبعد كده أحط اللفة التانية، وبين كل ورق ورقتين، مش ورقة واحدة، بين كل ورقتين بدهن سمنة. هنا كنت طلعت كوباية ونص من اللبن عشان الصينية كبيرة، كوباية ونص من اللبن، وحطيت عليها بيكنج باودر، وحطيت عليها معلقة نشا، وبيضة، بيضة واحدة بس ضربتها لوحدها علشان ما تكلكحش في اللبن. كوباية هيتدلدق اهو. البولة صغنطوطة، كنت عايزة بولة أكبر من كده مفروض يعني، بس يلا الحمد لله. كده كنت خلصتها كمان، حطيتها في الفرن. أنا بس عشان ما أطولش عليكم الفيديو، أنا بسرع يعني. حطيتها في الفرن طبعا. انا اكيد كلكم شاطرين، كلكم كويسين، وكلكم قصدي شاطرين يعني. وعارفين طبعا حطيناها في الفرن يعني شويه كده، نديها اللون الذهبي شويه كده، ونطلعها ونحط عليها ونحط عليها الخلطه، اللبن والنشا والبيكنج باودر والبيضه، ضربتهم زي كده ما قلت لكم، وحطيتهم عليهم. بعد كده هرجعها احطها في الفرن تاني. كده كنت خلصت انا الممبار، طلعته زي ما انتم شايفين اهو. اللهم لك الحمد يا رب. وعملت المحشي الفلفل برضو، الرز اللي بقى وكده، وحطينا عليها شويه حبه البركه. حبه البركه بصراحه حلوه، بتدي نكهه حلوه يعني، بتدي شكل وطعم حلو. وهنعمل كمان شويه لسان عصفور. وطبعا زي ما انتم عارفين جوزي لازم طبيخ، اي نوع طبيخ، المهم ما بيحبش ياكل الحاجات دي كده لوحدها، نواشف يعني. عملت لوبيا برضو، عملت كوبايه لوبيا واحده بس، المج عبيته كده لوبيا يعني، بس ما بكترش، وفي رمضان بالذات مش ما بنكترش يعني زي ما انتم عارفين وكده، عشان لو اي طبيخ ولا اي حاجات بتبقى باقيه يعني. الاكل ده والله اكلنا فيه يومين والله، اللهم لك الحمد يعني. بناخد شويه شوربه وكده من الفراخ، شوربه الفراخ كانت حلوه برضو. كان يوم حلو بصراحه، هو رمضان كله كان حلو بصراحه. يعني تصحي تقولي هعمل اكل ايه، تلاقي سبحان الله فرجت كده من عند ربنا، اللهم لك الحمد. اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي يحب النبي يزيد صلاه يا جماعه، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا كنت لبست جوانتي بصراحه، كانت في مواعين كتيره قوي، وكانت مواعين بالليل وايديا كانت تعباني قوي بصراحه. انا ايديا بتبقى صعبه قوي في الشتاء يا حبايبي والله. الحمد لله بتنشف كده وبتاع ايديا خالص يعني. فهنا طلعت الصينيه خلاص اهو زي ما انتم شايفين، تحفه، كانت طعمها حلو بصراحه يعني. نزلنا عليها حتتك بتتك يعني، اتاكلت اول حاجه هي يعني. على فكره عيالي والله ما حد مد ايده في الطبيخ، والله ما يعني ولادي كنا بس يا دوبك شربنا الشوربه الاول، وبعد كده كلنا الحاجات دي. الطبيخ والله كوبايه اللوبيا زي ما هي والله، بس اعمل ايه، لازم اعمل الطبيخ، هو بس اللي بيغمس طبيخ. مش هو بس، اكيد في ناس كتير يعني تاني يا جماعه بتحب الطبيخ يعني. انا واحده جارتي كانت عازمه وباباها وكده من الشرقيه
فيعني بتقولك برضو لازم اعمل حاجة طبيخ لبابا عشان بيحب يغمس. انا كنت عملت الفراخ بقى وحطيت لها حبة قوطة كده كانوا موجودين عندي وحطيتها في الفرن على كده، يعني طلعتها وحطيت لها قوطة وحطيتها في الفرن يا دوبك كده اتحمرت كده. متنسونيش بالله كل اشتراك يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين وبيدعانين عليكم الأيام بخير يا رب. لايك يا حبيبي واشتراك بالله عليكم عشان المشاهدات تزيد شوية بس يا رب. أنا كنت خلاص خلاص كان المغرب هيأذن، كل حاجة استوت كده خلاص، مستورة دايما معانا ومعاكم يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. واللوبي اهي اللي كانت بتتعبني في رمضان بس المواعين كتيرة أكيد كلنا يعني كنا بنعاني من كده. شوفوا الشوكة على خير، مع ألف سلامة.